لم يقتصر الكفاح الثوري من أجل استقلال الجزائر على الجانب السياسي وحمل السلاح فقط، بل شمل أيضا الجانب الرياضي والثقافي، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفني، وتحديدا مع بروز الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي تأسست بتونس سنة 1958، فكانت سفير الجزائر في الخارج والناطق الرسمي عن واقع وطموح الثورة. وقد عرفت الفرقة ازدهارا كبيرا بحكم المكان في تعميق الكفاح النضالي ضد الاستعمار الفرنسي، وكانت بمثابة المنبر الذي يعلو منه صوت الشعب. قمنا بواجبنا لا غير، بحب كبير ووطنية عظيمة، هي المقولة التي رددها فنانو فرقة جبهة التحرير الوطني بكل تواضع واعتزاز، وهم يرون أن الفن سلاحا من نوع آخر في غاية الفعالية. بعد سنوات قليلة من اندلاع الثورة التحريرية، قررت جبهة التحرير الوطني فتح باب جديد للمقاومة ضد الاستعمار، وهو الباب الفني والثقافي المجيد. وانبثق عن هذا الوعي إنشاء الفرقة الفنية تحت قيادة الفنان المرحوم مصطفى كاتب، حيث تم استدعاء الفنانين الجزائريين من عالمي التمثيل والموسيقى في كل من الجزائر، فرنسا، المغرب، تونس وسويسرا، ولبى الكثير الدعوة والتحقوا بالفرقة بتونس لتنطلق التدريبات الفنية في غضون 6 أشهر كاملة، كان فيها الفنان كالجندي يطبق التعليمات ويحضر نفسه لمهمته. ولهذا قامت الفرقة الفنية بدور كبير من 1958 إلى 1962 من خلال توعية الجيش في الحدود واللاجئين. قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية في عدة دول شقيقة وصديقة، من بينها تونس، الصين، العراق، ليبيا، سوريا والاتحاد السوفيتي سابقا. ومعظم الأعمال الفنية للفرقة كتبها الراحل عبد الحليم رايس، الذي يعتبر أول من كتب للمسرح الثوري بمسرحيات عديدة كأبناء القصبة والخالدون ودم الأحرار، وهي ثلاثية الكفاح الثوري في المدن والقرى والأجيال. وما حققته العروض من تجاوب لدى الشعوب، مؤكدا أن دور الإذاعة والأناشيد الوطنية في مساندة الثورة، معرجا على علاقة شاعر الثورة مفدي زكريا بالفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الذي كان مستشارها وصديقها. وهكذا لعبت الفرقة دورا بارزا ومهما في الدعاية والتعريف بالقضية الجزائرية وانتشارها في جميع الدول، من خلال التأكيد على الثقافة الوطنية، تاركين وراءهم الأحبة والأهل الذين كانوا كلهم فداء الوطن. وتقديرا أعضاء جبهة التحرير الوطني، الفرقة الفنية خاصة اللي راهم محيين ربي يطول في عمرهم، اللي ماتوا ربي يرحمهم. الفرقة الفنية لجبهة التحرير ناضلت بالفن بالموسيقى من أجل استرداد الحرية والاستقلال كذلك. وأحيي تقديرا السي مصطفى سحنون اللي كان من المفروض يحضر معنا من خلال هذه الجلسة، ولكن اعتذر لآخر لحظة، نشكره ونتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية. في نفس الوقت أستضيف واستقبل في البرنامج احد اعضاء محافظه المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بولايه المديه، اللي راح تنطلق فعاليته يوم 2 اكتوبر وراح تتواصل الى يوم 7. سيكرم المهرجان الفرقه الفنيه لجبهه التحرير الوطني، من بينهم الفنان المبدع سي مصطفى سحنون. يحضر معي السيد مختار العجال. مرحبا بك سيد العجال. مرحبا بك وكل مشاهدي برنامج الصباحيات. احيي كذلك تقديرا الجهد المبذول من طرف محافظه المهرجان، يعني في سلسله التكريمات التي توقعها كل سنه، يعني من خلال طبعات المهرجان. هي الدورة السابعة التي ترفع إلى روح حسن الحسني، هو كذلك مناضل ومجاهد وفي نفس الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. بطبيعة الحال الأخ محمد، فيه جزئين في التكريم، في البرنامج التكريم بالنسبة لها الطبعة السابعة، بما أنه الطبعة اللي هي تكريما للفنان حسن الحسني ارتأت محافظة المهرجان أن تكرم عائلة حسن الحسني، كذلك تكريم عائلة منصور بوقدرة وهو من أحد رواد الحركة المسرحية في مدية، الفنانة القديرة بهية راشدي، وفي وجه شباني من مدية اللي هو محفوظ بركان من المسرح الجهوي لتيزي وزو، الآن راهو في العلمة. الفقرة الثانية هي تكريم ل يعني عظماء، نقول عظماء الثورة التحريرية اللي هم أعضاء فرقة
الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، من بينهم طه العامري، طيب رجب، سيد علي كويرات، مصطفى سحنون وجعفر بك. وهؤلاء يعتبروا من بين العظماء الثورة، والثورة عظيمة برجالها ونسائها، لأنه قدموا كثير وكثير تلبية لنداء مؤتمر الصمام 20 أوت 1956 اللي وضع استراتيجية، وهو جلب كل الفئات الاجتماعية لتبني الثورة. وبذلك تم الاتصال آنذاك كما شفنا في الروبورتاج بالمرحوم مصطفى كاتب، ونعقد اجتماع في الفيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا في 1957. ثم تم انتقال هؤلاء الفنانين إلى تونس. يعني هنا نلاحظوا أن الفنان تخلى عن كل شيء، تخلى عن حياته لصالح القضية الجزائرية، واتصل بالثورة في تونس، أين تأسست الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني رسميا في 1957، وبدأت العمل لإنتاج مسرحيات، من بينها أول مسرحية اللي كانت في 57 مسرحية النور آنذاك، التي فضحت الاستعمار الفرنسي لأنها عالجت الواقع الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي، يعني هذا الوجه القبيح للاستعمار. ولعبت المسرحية في تونس في يعني المسرح التونسي، وكذلك انتقلت إلى ليبيا في طرابلس وبنغازي. الجميل كذلك هو مسرحية الخالدون عام 1960، وهي يعني مسرحية ذات قيمة كبيرة جدا، جسدت الثورة في الجبال. والشيء العظيم فيها هو انتقال الفرقة إلى الصين الشعبية، اللي كان حضرها رئيس وزراء الصين آنذاك شوالاي، وكيقول شوالاي هو من زعماء العالم الثالث اللي كانوا يكافحوا قضية تقرير مصير كانوا يكافحوا من أجل تقرير مصير الشعوب. تلبت في الصين الشعبية، ثم تنقلوا بها إلى موسكو الاتحاد السوفيتي. وكي نقول الصين ونقول الاتحاد السوفيتي نسترجع التاريخ في الحقيقة، في إطار الحرب الباردة المعسكر الشيوعي اللي كان يدعم في قضايا التحرر، من بينها القضية الجزائرية. واستقبلت الفرقة في موسكو من طرف وزير ثقافة الاتحاد السوفيتي في ستوفا آنذاك، وتلعبت المسرحية في مسرح موسكو ونقلت على شاشة التلفزة، مما يعني أثر على الرأي العام العالمي وأعطت دفع هذيك القضية، يعني عمق القضية الجزائرية. نعم، يعني لاحظوا العظمات تاع الثورة وتاع الفن بصفة خاصة. يعني الفن استطاع باش ينور الرأي العام العالمي للقضية الجزائرية لمساندتها في الأمم المتحدة. لأن الصين والاتحاد السوفيتي عندهم حق الفيتو في مجلس الأمن. وحتى يعني يبقى قليل ما نقدمها للفرقة الفنية لجبهة التحرير عندما تكرم يعني في إطار المهرجان في دورته السابعة، يبقى أكيد قليل يعني ما يعني والله هو تكريم لهؤلاء الفنانين ونقول مجاهدين بالنسبة لنا، ويبقى شيء قليل جدا. احنا سعينا لتكريم هؤلاء من اجل جلبهم للجيل الجديد، جيل المستقبل، حتى ياخذ العبر، لانه هي وقفه مع التاريخ، لانه الذكرى هي ذكرى ال50 لاسترجاع السياده الوطنيه، وبالتالي احتكاك الجيل تاعنا، جيل الاستقلال، مع هؤلاء الجيل لاخذ العبر واخذ الحكمه وتلبيه نداء الوطن، لانه هؤلاء لبوا نداء الوطن في 1957 وساندوا الثورة الجزائرية، يعني قدموا أنفس ما يملكون من أجل يعني الجزائر. نعم، سيكرمون في الليلة الافتتاحية ولا نقول في الأمسية الافتتاحية، لأن الافتتاحية حيكون يعني بعد يوم إن شاء الله، يوم الثلاثاء مساء يعني. نعم، يوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر ابتداء من الساعة 4 مساء حتكون هناك برنامج. التكريم هو جزء من برنامج كبير جدا فيه تكريم لهؤلاء يعني الفنانين رواد الحركة المسرحية، يعني رواد الحركة المسرحية في المدية وفي الجزائر ككل. كذلك فيه عرض مسرحي لمسرح الشلف اللي حاز على جائزة العنقود الذهبي السنة الماضية، الذي حاز على العنقود الذهبي السنة الماضية في الطبعة السادسة. تشريفا له راح يقدم العرض صديق الشبح. ثم بالموازاة كذلك هناك حفل فني
مع فرقة الكاميليون الشبابية. نعم. وبعدها يعني راح تنطلق المنافسات، وين راح تدخل 8 فرق في المنافسة من أجل العنقود الذهبي. راح يكون في إحساس جميل يعني، خاصة الأعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني راح يتم تكريمهم من خلال هذا الحفل الافتتاحي يعني للتظاهرة. في نفس الوقت حبيت نفتح زاوية باش نتحدث عن مناضل ومجاهد اللي هو حسن الحسني، وبمناسبة ربع قرن عن وفاته ورحيله عن الساحة الفنية الجزائري. نعم، هو فنان قدير جدا، وكذلك هو مجاهد، لأنه هو كذلك قدم ما عليه من بأسلوب هزلي، بأسلوب فكاهي، قدم للثورة الجزائرية، ودخل السجن، حتى أنه دخل السجن في كم من مرة، يعني كان انعكاس على ما يقدمه للمجتمع. الاستعمار الفرنسي يعني كان يضيق الخناق على هؤلاء الفنانين، ودخل السجن في برواقية، دخل السجن في بشار، دخل السجن في سركاجي، تقريبا عانى لمدة 5 سنوات في السجون الاستعمار الفرنسي. وهو في الحقيقة فنان سيكرم كذلك هو يعني، تكرم العائلة، عائلته نعم. حسن بن شيخ، يعني العائلة اللي يعود لها الفضل كذلك، لأنه هي اللي قدمت يد المساعدة في بداية تأسيس هذا المهرجان. حتى في البداية قبل التأسيس 2005 كان يحمل تسمية حسن الحسني يعني. وهو كذلك، لأنه المهرجان بدأ بأيام حسن الحسني، وكانت قدمت لنا العائلة، قدمت لنا يد مساعدة كبيرة جدا. ثم أصبح بمرور الزمن بعد نجاح يعني هذه الأيام تبنته مديرية الثقافة لولاية المندية وهي مشكورة، كذلك تبناه والي الولاية، وبعد ذلك نشكر معالي وزير الثقافة اللي رسمته كمهرجان وطني في 2005. فاتحته مسك وختمه أكيد سيكون مسك، وصلب موضوعه العديد من العروض المسرحية التي ستزور عاصمة التحرير المندية. سي العجل، ماذا تنتظرون يعني من هذا المهرجان؟ أكيد النجاح. ننتظر النجاح، لأنه وفرنا كل الظروف. يعني آخر لمسات وضعت أمس في اجتماع مع محافظ المهرجان. نعم. أين يعني وقفنا على كل صغيرة وكبيرة حتى يكونوا ضيوفنا في راحة تامة. نعم. وحتى يستفيد كذلك الشعب مندية من هذه العروض الفكاهية. تحية خاصة إلى سيد ميلود بن إذن هو محافظ المهرجان، وكل أعضاء المحافظة على طبعا هذا البرنامج الثري والغني الذي سيرافق هذه التظاهرة في كل الأوقات في الجزائر، ثقافة وفن. سيد مختار العجل، أشكرك، عضو في محافظة المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي، حضورك في البرنامج.